وصفتنا اليوم رح تكون مقلوبة البرغل، وصفة غنية بالفيتامينات، سهل التحضير وطعمها جدا شهي. كملوا مع الفيديو للآخر لتشوفوا طريقة العمل. بالبداية عندي كوبين من البرغل الخشن، أنا عم بستعمل البرغل البلدي كرمال هيك لونه أسمر غامق. رح غسله منيح وانقعه لمدة 30 دقيقة. بمقلاية بنزل ربع كوب من زيت النباتي وحبة من البصل حجم وسط مفرومة ناعم، بحركها لحتى أحصل على اللون الذهبي. من بعد رح نزل الدجاج. عندي هون تقريبا 300 جرام من صدور الدجاج قطعتهم مكعبات، بحركهم مع بعض وبضيف لهم البهارات. بالنسبة للبهارات عندي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من البهار الكاري، ملعقة صغيرة من البابريكا، وملعقة صغيرة من الملح. من بعد رح نزل الثوم المهروس. عندي هون حبتين من الثوم، بحركهم مع بعض وهيك صار عندي الدجاج جاهز. بنفس المقلاية بنزل ربع كوب من زيت النباتي. عندي حبتين من البطاطا حجم صغير قطعتهم مكعبات، بقليهم لحتى يتغير لونهم. من بعد رح نزل الخضرة المشكلة، وهون الخضرة حسب رغبتكم. أنا هون الخضرة استعملتها مثلجة، يعني تقريبا رح تكون مستوية. بنزل فوقها ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ملعقة صغيرة من الثوم الباودر، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من القرفة. بحركهم مع بعض منيح. رح نزل فوقهم ملعقة كبيرة من الصلصة طماطم وبحركهم. وهيك صاروا عندي جاهزين. بطنجرة نزلت الدجاج، رح نزل فوقها الخضرة والبطاطا يلي قليناها. كمان بنفس المقلاية نزلت ملعقة كبيرة من الزبدة وحبة حجم وسط من البصل مفروم ناعم. بدي احركهم واتركهم لحتى يدبلوا. من بعد رح نزل ملعقة من الصلصة، رح ضيف لهم ملعقة صغيرة من الكمون. من بعد رح نزل البرغل يلي غسلته ونقعته. بدي اقليه مع البصل والصلصة وخليه يتحمص. رح نزل الملح، وهون الملح حسب رغبتكم. وهيك صار عندي البرغل جاهز. رح نزله فوق الخضرة واعمل طبقة متساوية. رح نزل فوقهم مي مغلية، بدي اغمرهم بالمي، يعني ما رح تكون المي فوقهم مثل ما انكم شايفين بالصورة. رح اغطيهم واتركهم على نار هادية. هالوصفة انا بلاقي بيلبق لها اللبن، فلهيك رح اعمل معها لبن وخيار. فيكن تقدموا معها السلطة او الخضرة مثل ما بتحبوا. عندي 3 حبات من الخيار برشتهم على المبرشة، وعندي كوبين من اللبن ضفت له مي لحتى رخيه شوي وبحركهم منيح. بنزل فوقهم الثوم المهروس، وهيك صار عنا اللبن وخيار جاهز. رح ضيف فوقهم النعناع الناشف وبتركهم على جنب بالبراد لحتى اقدمهم مع مقلوبة البرغل. هيك عندي البرغل بلش يغلي مثل ما كنتم شايفين دقايق، ورح طفي النار تحتهم. من بعد ما نشفوا واستووا طفيت النار تحتهم، رح اقدمهم بصحن التقديم. مثل ما انكم شايفين الشكل بيغني عن الحكي، شكلها بشهي وطعمها ولا أطيب. بنقدمها مع اللبن وخيار. ولهون بتكون خلصت وصفتي لليوم.
صحة وهنا من أكلات إيمان الشهية.